راه كاينه شي عصابه كتخطف المغاربه بحجه التجاره الالكترونيه في تايلاند. اسمعني مزيان، الله يرحم ليك الوالدين باش ما تلقاش راسك شي نهار ضحيه كتعذب كما كيطرا دابا بزاف ديال الشباب. بزاف منكم غادي يكونوا سمعوا مؤخرا الضجه اللي نايضه بسبب تعرض بعض المغاربه للنصب في تايلاند، ولكن هذا نصب من نوع اخر وكيتم فيه استغلال الشباب الباحثين عن العمل عن طريق نشر بوستات عروض عمل في جروبات، والغرض من هذا الشيء الايقاع بالضحيه اللي الدافع ديالهم كاملين هو ايجاد عمل قار. هاد البوستات كيكون القاسم المشترك بيناتهم هو العمل في تايلاند، والشروط هو اتقان اللغه الانجليزيه والمعلوميات. ولكن اشنو مخبي مور هاد الشيء؟ بصح راه كاين وانا واحد من دوك الدراري طرا اليوم البلان هذا واحد لانونس واحد الجروب طلعت واحد لانونس ديال شي خدمه في تايلاند، والشروط هما انك تكون كتعرف الانجليزيه شويه ديال الانفورماتيك. المهم دوينا مع السيد الاول المغربي، دوينا معاه من بعد دارينا جروب كاملين ودخل دوك البوست ديال الشناو اللي هما اصحاب لافير كامله. في ضرب السيمانه وجدوا لينا هادشي سيمانه ما كاملش السيمانه وجدوا لينا لي بي ديالنا وجدوا لينا ريزيرفاسيون ديال لوطير وموجدين كلشي. مع وصلنا ماليزيا خويا امين، وصلنا ماليزيا لقيت الدراري انا الاخر فيهم، الدراري سبقوني كنسولوا في الناس وكيقولوا لنا راه داكشي راه فيك وراه يصاوبوا البال وكذا. كانوا الدراري معنا من الدراري اللي مشينا كان مصاحب مع واحده من الانجليز، هاد البنت الانجليزيه اللي عقدت في الموضوع وكذا ومشات كتقلب ولقات بلي راه داكشي بصح راه ما اتفقنا كاملين درنا نكلموا واحد بلي ما غنمشيوش عندهم. صافي وليت فينا عليهم التليفونات ودزت 4 سوايع ما وصلناش. انا والدرا صاحبي باقيين في المطار عندنا الطياره مع 8 الصباح، بداو كيصيفطوا لنا ميساجات كيهدلوا فينا وكيسبونا. كيف ما سمعتوا على لسان واحد من ضحايا هاد المافيا وعن تجربه حيه، وكاين ضحيه اخرى خرجت العائله ديالو كتستغيث مؤخرا وكشفوا على اشياء صادمه. عيط علينا هو اللي قال ماشي هما، هو على لسان هو انه هو واقفين عليه بس اللي قال انه هو طايب العصا وتيعلقوا وما الى ذلك وتيطلبوا فيه الفديه. حيدوا ليه التليفونات كلهم وتعطيوه التليفون واحد الوقيته اللي هي جوج ديال الليل اللي عندنا حنا ما بين الظهر والعصر عندهم هما اللي باش ما يصور. هاد المافيا الصينيه اللي كتواجد في الحدود بين بورما وتايلاند، علاش بالضبط هاد المنطقه اللي سميتها ميانمار؟ حيت هنا كاين انقلاب عسكري او بمعنى اخر نزاع سياسي، فكتبقى من أأمن المناطق اللي كتمارس فيها هاد العصابات الأنشطة ديالها بكل أريحية. ولكن شنو نوع الأعمال اللي كيخدموا فيها هاد العصابات الشباب المختطفين؟ كيطلبوا منهم هي الالكتروني، كيحتالوا على الناس. كاين بزاف اللي انتقد سيمو لايف مؤخرا ووجهوا ليه الاتهامات انه كان سبب غير مباشر في هذا الشيء، لانه في السنوات الاخيره كان كيروج للدوره التدريبيه اللي كيدير في التجاره الالكترونيه بتايلاند، وربما هذا الشيء اللي خلى بعض الشباب يثيقوا في هاد فرص العمل الملغومه وكيف كنقولوا يتصيدوا. انا راه كنشوف واحد المؤثر مراكشي اللي كاملين بينا كنعرفوه كيدي الدراري تما لتايلاند كيخدموا في هادشي تاع الاي كوميرس وداك الشيء، وقلت لها بحال هكا بصالح العباره ماما خليه يمشي يقلب على راسو بحال كاع الدراري اللي مشاو من مدينه مراكش. ولكن هذا الشيء كيبقى غير فرضيات، والحاجه اللي اكيده وباينه هي خاص الشباب المغربي يوعى بخطوط الامر ويرد باله قبل ما يتهور وياخذ اي قرار ولو يكون على حساب يصوفي راسو كيف كنقولوا، حيت كاين بزاف طاحوا في يد من نوع اخر سواء في تركيا او دول اخرى عربيه، وكيكون القاسم المشترك دائما هو البحث عن العمل. اذا فايت ليك صادفتي هذا النوع من عروض العمل خلي لنا تجربتك في تعليق، وما تنساش تنشر الفيديو للتوعيه، والله يدير تاويل الخير ضحيه ما في تايلاند. 10 ايام باش دوا معنا بحكم انه قال لك بزاف كثير تصافي كان القلب غادي يسكت. ولا بغيتي يطلقوا صراحه شنو كدير انت كمغربي مشدود تما؟ كتريكروتي عباد الله، كتمشي كتقلب على 5 الناس كتقول لهم اجي راه كاينه الخدمه، وكتقول بهم مساكن كما قول بوك انت لا بغيتي يطلقوا صراحه انت. فويس ليك، صوت مني ليك.